إقالتك قربت يا ميدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لسه يا جماعة النهاردة مباراة الإسماعيلي والمقاولين خالصة، والمقاولين فاز في الإسماعيلية 3-1، ودي الهزيمة رقم 3 لكابتن ميدو مع الإسماعيلي. ميدو قاد الإسماعيلي يا جماعة 4 مباريات، خسر 3 وتعادل واحدة. سجل دخل في شباك الإسماعيلي تحت قيادة ميدو 8 أهداف، وسجلوا هدفين فقط. عشان ما أقول لكم يا جماعة إن ميدو مش مدرب، ميدو هو إعلامي فقط يجيد الكلام لكن لا يجيد التدريب، ولا ليه أي تجربة ناجحة، وتيكو مش هينجح مع الإسماعيلي، والأيام الحمد لله بتثبت كلام. بعيدا عن المنظومة الإسماعيلي، أنا بقول لكم إنها مش برضه نفس لما كنت بقوله على بيراميدز إنها منظومة مش ناجحة، مش ما تساعدش المدرب. لكن شغل المدرب يعني يعني في شغل المدرب بيقول لك عليه ده هو بيعمل اللي عليه، بس هو الدنيا مش مساعدة في الإسماعيلي. لكن ده أولا تشكيلته بيبدأ بتشكيلة برضه خطة فريرة 4-3-3، 3 مدافعين النص دول اللي بيلعب بهم 3 نص، 3 مدافعين صرف، يعني أنت بتلعب ب3 بس هجوم. يعني انت بتخلي الفريق اللي بيلعبك وقع فيش غير التلاته دول اللي هيجيبوا الجون، يا مسكتهم خلاص خلصت الليل. نفس المشكله في الثلاث ارباع مدربين الواحد بيشوفهم، فيريرا وغيره كتير. يعني كابتن شوقي غريب بامانه عمل النهارده ماتش عليه عالي والله، وليه ضربه جزاء ما اتحسبت. انا مش عارف حكامنا ليه حاجات غريبه، الفار ده مش عارف بيعمل ايه. يعني هم نادوا عليه انها ضربه جزاء، الفار قالوا ده ضربه جزاء، راح شافها برضه صمم على رايه الحكم. يعني انها ضربه جزاء واضحه، الحارس حط ايده قدام المهاجم واعاقه عن الحركه، ما اتحسبتش، وبرضه المقاولين فاز 3-1. يعني 3-1 مع الرف ومع ظلم التحكيم. فانا بقول لكم ميدو يا جماعه ايامه معدوده في الاسماعيلي. مدرب انا شايفه يعني مش شاطر، حتى بقول لك خطته بيلعب 4-3-3، 3 مدافعين صرف بتوع نص الدفاع. فبتبان كورته بعين بقى عن المشاكل اللي في الاسماعيليه، دي حاجه تانية بقول لكم تاثر على اي نادي. لكن انت كمدرب فين دلالاتك، فين شغلك انت تقنع الجمهور؟ هو ميدو كمدرب والله بقول لكم مش مقنع. يعني انت بتلعب 4-3-3، ومين اللي هيجيب لك الجوان؟ ما فيش غير محمد الشامي قدام، واثنين اجانب لسه ما ثبتوش نفسهم مع الاسماعيلي. يعني انت معتمد على محمد الشامي بس اللي هيخلص لك؟ لما في بره عندك مدبولي، ما تنزله لعب الفريق كوره حتى. يعني كان شكل الاسماعيلي النهارده والله يزعل جدا في الملعب، كله تابع المباراه هيتفق معايا. كانش موجود في الملعب، يعني تخيل المباراه في الاسماعيليه والاسماعيلي في المركز الاخير وفي عرض البنط، وتشوف شكلهم كده في الملعب. انت عندك صالح جمعه ومدبولي بره، ده منزل واحد منهم حتى يلعب الفريق كوره. يعني مدبولي ده المفروض نجم الاسماعيلي، اعلى واحد فيهم في الكوره، نزله يبدا بيه. وفين عبد الرحمن مجدي؟ فيا جماعه انا بقول لكم الاسماعيلي ميدو كمدرب لا يصلح للتدريب، وهيوقع الاسماعيلي لو استمر. هو كده كده عجلنا او اجينا، بقول لكم هيمشي، مش هيطول في الاسماعيلي. وانا والله ما بحب اجي على حد، بس انا رايي في المدرب بقول لك بسبب ايه؟ تجاربه. راجل وادي دجله، مقصه، زمالك، اسماعيل، ما فيش ولا تجربه ناجحه. فدي اكيد ده عيب مدرب، لما تروح في اكتر مكان وتفشل، ده بيعيبك انت مش عيب المنظومات كلها فاشله الا انت اللي ناجح. فانا بقول لكم ميدو ايامه معدوده. المباراة كان في مباراة تانية، فاركو والسيراميكا. وده بقى الفرق بين اللي انا بقوله على ميدو والفرق بين كابتن ايهاب جلال. يعني فاركو تحت قيادة الميدا كانوا بيلعبوا خطة دفاعية بحتة، يعني كانت حتى السنة اللي فاتت كانت معظم مباراتهم بتنتهي بالتعادل، لا اما يخطفوا جون اما يخسروا فرق جون، كان معروف دفاع حديد. تعالوا شوفوا فاركو النهارده، اتفرج على مباراة فاركو والسيراميكا. يا جماعة الفريق اتغير، الخطة بقت بتتغير، بيلعب تشكيلة هجومية، بيلعب كرة على الأرض، في شغل مدرب باين في فاركو. ده إيهاب جلال بقول لكم مدرب ما بيعرفش الفشل، مدرب بيبان شغله مع الفريق. حسام حسن مع النصر، حتى لو كفنيات ما تختلف تتفق عليه، بس بيعمل حاجه بيبان في مدرب، ده حسام حسن. ده فريق بيدربه حسام حسن، تبقى عارف. ايهاب جلال من غير ما تعرف ان هو اللي على الخط، بتشوف الكرة على الارض تقول ده فريق بيدربه ايهاب جلال، مدرب عايز يلعب كوره. فبيبان شغله على فاركو لما يتعادل مع السيراميكا، شوف نتيجه كويسه لفاركو في الظروف اللي هم فيها. يعني فازوا الماتش اللي فات والنهارده بيتعادلوا. هو بيجمع بناط يا جماعه لحد ما يطلع من منطقه الامان. وغير كده ده فاركو كان ممنوع من من فترتين قيد، فالدنيا معاهم كانت بايظه. فانا شايف ايهاب جلال فاركو لسه هيجي كمان مع الوقت تحت قياده ايهاب جلال، ده المدرب بقى الفاروق، الفرق بينه وبين ميدو. وبالمناسبه ايهاب جلال مسك الاسماعيلي السنه اللي فاتت، هو اللي انقذهم من الهبوط في اخر الموسم. كان الاسماعيلي برضه في نفس الظروف دي، بس هو اشتغل بان شغله في ظل الظروف اللي فيها برضه ميدو، او كانت اصعب. وعرف يعمل نتائج كويسه مع الاسماعيلي، وربنا ستر وقعدوا في الدوري الموسم اللي قبل اللي فات، اسف. المباراة الأخيرة أسوان والحرس، وانتهت بالتعادل 1-1، وهي فعلا نتيجة مستحقة للفريقين. أسوان تعادل في آخر المباراة، وهي نتيجة مستحقة، يعني الفريقين برضو في ظل الظروف وفي ظل الدنيا ما فيها نتيجة جيدة للفريقين، والفريقين بيجمعوا بنقط. لكن من النتائج النهارده الإسماعيلي كده موقفه بقى خطر جدا، متزالي الدوري والدنيا معاه نازله من تحت كمان. يعني الدنيا ماشيه مع الاسماعيلي اللي تحت، والمدرب رئيس النادي اللي ماشي استقال يحيى الكومي، فالدنيا ربنا يستر على الاسماعيلي السنه دي يعني، ويقعدوا في الدوري.
حابب بقى اختم معاكم النهارده يا جماعه. الاهلي يكتسح الزمالك في دوري سوبر السله 92-64، فرق 28 بونت في صاله الزمالك. وده يا جماعه نتيجه يعني نتيجه عاليه جدا لمتابعين كره السله، تفوز فرق 28 بونت. طول المباراه الاهلي فارق عن الزمالك دبل سكور. يعني النهارده والله كان صعبان على كابتن احمد مرعي وجمهور الزمالك. كان كابتن احمد مرعي من النوع العصبي، واللعيبه ما فيش خلاص في الملعب. لعيبه الاهلي بامانه بتعمل كل اللي عايزاه في الكوره النهارده في السله. ايهاب امين كان نجم المباراه طبعا كالعاده، في المباريات الكبيره بتلاقيه موجود. طبعا الاهلي يعني الاهلي النهارده بدا يعبر عن نفسه، يعني من ساعه السنه دي ما كانش بادئ كويس خالص. بس ما انا مستر وجوست مع الفريق الاهلي النهارده بدا بقى يعبر عن الاهلي، الاهلي عايز يعمل حاجه السنه دي. ومع كابتن اوجوست والماتش السله كنا نهايه حالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.